هذا المكان الذي يخدم آلاف الأطفال المرضى بالسرطان، والذي أنشئ على أيدي مجموعة من رجال الخير الذي لم نعرف حتى اسمائهم، ولكن جاء الوقت ليقف التاريخ شاهدا على فن العطاء. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب، نبوس التراب اللي ماشي عليه. علا زكي غبور هي سيدة مصرية قدمت حياتها للعطاء، ربما لا يعرفها الكثيرون، أو قد لا نجد صورة منشورة لها على أغلفة المجلات والجرائد، لأنها تعمل في صمت للخير ومن أجل الخير. هي رمز من رموز العمل الخيري، عضو وأمين عام مجلس أمناء مستشفى 57-357. فكرة المستشفى دي كانت فكرتها هي وفكرة 10 من رجال الأعمال، كانت هي في كل عمل من الأعمال دي بتجري وتسعى لكنها بتعمل حاجة لنفسها. من أول الناس اللي حطوا مليون جنيه في هذا المشروع عشان نعمل دراسات الجدوى اللي من خلالها المحافظة وسعت لنا حتة الأرض من 1800 متر ل 20,000 متر، بالإضافة للمساحات الشاسعة اللي حواليها من الجناين وتطوير المنطقة. فهي كان فيها الفضل في هذا الموضوع، مش الفضل بتاع واحدة متبرعة، الفضل بتاع واحدة مفكرة، الفضل بتاع واحدة عايشة في المنظومة كلها، مش واحدة كانت بتيجي تتبرع. ليست فقط سيدة أعمال، بل تعمل بحفاوة وحب. صلي لأولادنا إن ربنا يشفيهم. آمين يا رب. إذا كان من يزور المريض له مكافأة عند ربنا، أمال من يعالج المريض تبقى مكافأته إيه؟ ومن يصرف على المريض تبقى مكافأته إيه؟ ومن يشفي المريض تبقى مكافأته إيه؟ المستشفى بقت مبنى وتعثر انتهاء هذا المبنى. فوجئنا بمدام علا بتلبس الجينز وتلبس الكوتشي وتيجي تقعد في المستشفى من 8 الصبح ل 10 بالليل، بتتابع العمال، بتخش في وسط العمال. اللي شالت حمل جبال أعمل لا تمثال، اللي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لا تمثال، اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. ابتدت العمل الخيري في منتصف التسعينات، ابتدت مع معهد الأورام وكملت. هي من مؤسسين جمعية أصدقاء معهد الأورام القومي، وكانت في المجلس الإدارة، والحقيقة كافحت كتير وفضلت معانا لحد ما بنينا المستشفى. تستاهلي 100,000 عيد على اللي عملتيه. لو هعمل احنا تيجي مع بعض تبنى مشروع ان شاء الله يا رب حلو ويصبح حلو باذن الله. أول مرة بمشي سندت عليه، لو
انا هكلم كل انسان يعني يطبطب على اخوه الانسان، واللي يقدر يعمله، سواء بقى مش هتكلم على رجال الاعمال ولا مفيش غني وفقير، كل انسان قادر يدي اي حاجه بحب بطلب منه يديها. ويعني الانسانيه هي اللي بتفرقنا وبتجمعنا وبتخلينا قوة واحدة، ونقدر نعمل يعني زي ما يقول نتحدى المستحيل، وتحديناه قبل كده ونقدر نتحداه. عاشت حياتها للخير، ستعيش وستظل في أذهاننا رمزا لمعنى كلمة الإنسانية والعطاء بلا حدود، فلن ننساه.